شيخ، الريال الذي يتصدق به الإنسان أو الدينار أو الدرهم على حسب يعني العمولات، ثم هذه كسرة الخبز، ثم هذه الكسوة، كلها ستكون هذه ظل يوم القيامة؟ هذه ظل، لكن يا أحبابي هذا الظل يا أحبابي يوم القيامة لا يوجد ظل غيره. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها. إذن المتصدقون ناجون من حر يوم القيامة ومبشرون بأنهم سيكرمون. يا أحبابي رجل كان يداين الناس، مثل يقصدون الأيام هذه يقصدون، ولذلك بعضنا اللي يقصدون عندهم ديون وكذا يقول له اسمع، إذا ما وجدت ما سدد جيب له ورقة من الشرطة واسجنه. هذا بعض تجارنا، وبعضهم طيب وينظر. كان يقول إذا رأيتم معسرا فأنظروه، لعل الله أن ينظرنا. نادى الله ملائكته خذوا عبدي إلى الجنة، نحن أولى بالإنظار منه. الله أولى بالكرم. إحسان، الله يحب من عباده المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولذلك أحبابي الصدقة ليست فضل مني ولا منك، الصدقة هذه أنت المحتاج لها. ولذلك كما قال كثير من السلف يقولون إنك إذا لم تفرح بإعطاء الفقير أكثر من فرح الفقير بأخذه فإنك لم ترجو بهذه الصدقة الله والدار الآخرة. أعدها شيخ، هذه قوية مرة. يقولون إذا لم تفرح بصدقتك للفقير أكثر من فرح الفقير هو بإعطائه فصدقتك لربما كانت غير مقبولة. ولذلك لأن حاجتك إلى الأجر أكبر من حاجة الفقير إلى الصدقة، إلى الطعام والشراب والصدق، أنت بحاجة. ولذلك كان بعض السلف إذا طرق الباب عليه فقال سائل، قال مرحبا بمن يغسل ذنوبي. الله أكبر. تفتح الباب ويعطيه. والله يا شيخ أنا ودي كل كلمة تقولها أقول لك كررها لأنك عسل. أنت شكر الله والله. الآن المخرج الجميل أبو بدر يقول لي كيف أعرف أن هذا فقير؟ أنت حمسني الآن، وفعلا وفضل الصدقة عظيم. لكن أنا الآن وجدت واحد في الطريق أو كذا، هل أعطيه؟ هل أنا أعطي لله ما همني؟ والله ترى هذه دائما حاجز عن فعل الخير. يأتي الشيطان ترى لعله عنده لعله. أنا كيف أتصرف؟ أولا نعلم أن الشيطان في طريق الصدقة ويعدنا الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ولذلك أحبابي دائما إياك أن يكون في الصدقة مستشارك إبليس. فإبليس ترى كل الناس كذابين، وكل الناس غنيين، وكل الناس رجليهم غير مقطوعة، وكل الناس وبعدين أنا بسأل اللي يقول كل الناس أنت عاد فيك خير يوم يعطيك ربي. الله رزقنا لأننا كفء للرزق. والله لو أن الله لا يعطي إلا من أطاعه كان كلنا ميتين جوع. والله لو أن الله ما يعطي الهواء إلا لمن اتقاه والله كلنا مختنقين. لكن ماذا نفعل؟ هناك فرق بين الصدقة وبين الزكاة. الزكاة كن حريصا على إعطائها لأهلها. الزكاة فرض لازم، وهي ل8 أصناف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. نعم. لكن الصدقة الحبيب عليه الصلاة والسلام في عهده تصدق رجل على زانية، ثم تصدق على غني، ثم تصدق على سارق، وجميعهم أخبر الحبيب المتصدق أن الله قد قبل صدقته. الله أكبر. ولعل الزاني تستعف والسارق يتوب والغني يخرج ما عنده كما ورد. وكذلك أيضا يا أحبابي الرسول صلى الله عليه وسلم يقف بين يديه رجل قوي، طبعا بإجماع العقلاء قبل الفقهاء. اللي نعرفه من الفقراء أنه غني لا نعطيه بل نناصحه. واحد يكذب ويزور نناصحه، نعم، ولا نعطيه. لكن إذا جهلنا حاله، الأصل براءة المسلم، الأصل براءته ويعطى. والدليل أنه عليه الصلاة والسلام عندما وقف بين يديه رجل قوي أعطاه ثم قال غير أنها لا تحل لغني ولا لقوي متكسب. يعني أنت ضميرك وبعدين يا شيخ ألا نكرم في بيوتنا ناس مو بكفو؟ أحيانا يدخل بيتك واحد مو بكفو وتقهويه وتعشيه الله يحييك، واحيانا تذبح الذبيحه لولد عمك اللي جاي من ذيك الديره مدري ايش وهو والله ما يسوى التاليه من الغنم احيانا، ومع ذلك تقول نستر. طيب نحن ندفع آلاف ونحن نعتقد ان الذين ننفق لهم مو بكفو. الله اكبر. فكيف اذا اتى الفقير يريد 5 ريال والريال بدينا نحط محاكم؟ والله لو ان الله يقول لملائكته لا تطعموا من رزقي وتكسوا من رزقي الا الاتقياء الانقياء لمشينا عراة جائعين في الشوارع. لذلك يا أخي من ستره الله فاستره، ومن سألك فأعطه ما لم تعلم حاله. ويكفي للفقير ذلا بسط يده، والكريم إذا مد الفقير يده ضعه. يا أخي عطه ريال، يا أخي عطه 10. لذلك كان